تخيل معايا واحد التلميذ عادي بحالك، ماشي نابغ، ماشي خارق، ولكن عنده خطة، وهاد الخطة غادي تخليه ينجح. المرحلة الأولى: معرفة العدو. العدو ديالك ماشي الامتحان، العدو هو التشتت، الهاتف، التسويف. غدا نراجع. إلا ما هزمتيش هادو ما غاديش تربح الحرب. المرحلة الثانية: خطة 3 ساعات في اليوم. أي تلميذ في التاسعة إعدادي خاصو يدير هذا الروتين. ساعة واحدة مادة صعيبة، رياضيات، فيزياء. ساعة واحدة اللغة، عربية، فرنسية. ساعة واحدة الحفظ والفهم، تاريخ، جغرافيا، تربية إسلامية. ماشي بزاف، ولكن بالاستمرار نتائج كبيرة. المرحلة الرابعة: طريقة المخابرات. ماشي تقرا غير هكاك، لخص الدرس في ورقة صغيرة، دير أسئلة، جاوب عليهم بلا ما تشوف، غلط عاود راجع. هاد الطريقة كتخلي عقلك يحفظ بسرعة. المرحلة الخامسة: الهاتف، سلاح ذو حدين. الهاتف يا إما ينجحك يا إما يدمرك. استعمله غير في يوتيوب، شروحات، جوجل، تمارين، تيك توك من بعد المراجعة فقط. المرحلة السادسة: عقلية الفائز. قول كل صباح: أنا قادر، أنا غادي ننجح، أنا ماشي أقل من حتى واحد. العقل ديالك كيصدق الكلام اللي كتقول ليه. الخاتمة: النجاح ماشي صدفة، النجاح خطة. وإلا بديتي من اليوم، من بعد شهور غادي تشكر راسك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.